الإنسان بيتولد وبيبقى محاط بجانبين، جانب الخير وجانب الشر. البيئة وتربيته هي اللي بتنشئ وتنمي الجانب الصالح والإيمان عنده، أو بينعدم الضمير وبيتحول الإنسان لشيطان على الأرض. وده زي اللي حصل مع بطل حكايتنا، من طفل بريء لأكبر وأخطر زعيم وقاتل متسلسل في مصر، بل متصنف عالميا رقم 21 من أخطر القتلة الموجودين في الكرة الأرضية. يلا نبتدي حكايتنا، بس الأول بفكرك باللايكس والشير، ولو سمحت تكون كريم معي بالاشتراك. مجموعة من عمال مترو الأنفاق لقوا بالصدفة عظام لطفل في نفق تحت محطة شبرا. كان بالتحديد يوم 27 نوفمبر في 2006. بعدها بكام يوم لقوا برضو عظام لطفل تاني في محطة اسكندرية. بعدها لقوا عظام تاني لطفل في محطة طنطا. بالرغم ان الثلاث جثث الاطفال ماتوا في اماكن مختلفة وكانت بعيدة عن بعض، لكن كان بيجمعهم ان هم اطفال ومن نفس العمر، والثلاثة ماتوا على قضبان السكة الحديد. من هنا بدأت الشرطة بتعمل حملات مكثفة في مناطق السكة الحديد، كانت من أسوان لاسكندرية، وخصوصا الأماكن المهجورة بتاعت خردة السكة الحديد أو الإطارات. الحملة اكتشفت 15 جثة جديدة، كلهم أطفال وكانوا مقتولين بنفس الطريقة. لما عمل فحص طبي للجثث لقوا إن هم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب قبل قتلهم، وتقريبا كانت كل 15 جثة كلها جثث أطفال صبيان. الخبر انتشر في الصحافة وحصل حالة ذعر في مصر، كل الناس خافوا عليا، وسفاح الأطفال بقت قضية رأي عام. وزير الداخلية أياميها حبيب العدل أمر الداخلية كلها والوزارة إن هي تشتغل في البحث عن سفاح الأطفال المجهول، وبدأوا بحملات في البحث في جميع عصابات أطفال الشوارع. بالصدفة أثناء البحث عن السفاح في منطقة شبرا الخيمة، شاب في مرحلة المراهقة كان بيجري، لا قدامه كمين شرطة دخل عليهم وقال لهم احموني. قالوا له انت مين؟ انا بقه. بقه؟ انت مين انت يا عم بقه؟ احموني، ده التوربيني عاوز يقتلني عشان سقطت مراته عزة. هي فيها عزة وتوربيني وبقه؟ لا ده انت حكايتك حكاية بقى، تعالى يا بقه. واتقفش بقه وراح على اسم الشبرا. أحمد سمير عبد المنعم ده الاسم الحقيقي اللي وشهرته بقه، عمره 16 سنة. اعترف قدام ضابط المباحث إنهم بيستدرجوا الأطفال المشردة من الشوارع، بيقنعوهم إن هم هيشتغلوا معاهم في الشحاتة، وبعدين يقولوا للطفل إحنا هناخدك نفسحك، وياخدوه فوق القطر. وأول ما القطر يمشي بسرعة والطفل يكون خايف بيربطوا إيده ويغتصبوه، وبعدها اما يجي قطر تاني من الاتجاه التاني بيرموا الطفل عليه. بعدها اتقبض على محمد عبد العزيز السويسي في طنطا، وهو كمان اعترف انه من نفس العصابة وحكى نفس الطريقة اللي بيرتكب بيها الجريمة. السويسي وبقه قالوا ان المعلم بتاعهم اسمه رمضان عبد الرحيم منصور، شهرته التوربيني. من هنا وبعد الاعترافات اصبح سفاح الاطفال معروف، بدأ فرق الداخلية في البحث عنه في كل مكان. التوربيني ما كانش عنده علم خالص ان اهم رجالته اتقبض عليهم، وكمان السويسي وبقه قالوا للشرطة عن الأماكن اللي بيكون فيها التوربيني متواجد فيها دايما. بعد 48 ساعة تم القبض عليه وهو قاعد على قهوة في اسكندرية. الصحفي شريف النور قالك في بداية دخول التوربيني لغرفة التحقيق كان كل تصرفاته غريبة، وكان متعاون جدا في التحقيق والضحكة ما بتفرقوش. حتى وهو بيعترف بجرايمه البشعة الضحكة ما كانتش بتفرقه، كان بيحكي جرايمه وهو فخور جدا، تقولش أخد الدكتوراه وفخور بيها. في اعترافاته عرفهم أماكن الجثث اللي وصل عددها ل 32 جثة طفل في أماكن مختلفة في سكك حديد مصر. طيب مين هو رمضان عبد الرحيم منصور، ومنين اجى اسمه الشهرة التوربيني؟ رمضان لما اتقبض عليه كان عمره 27 سنة. بدأت حكايته عن لما تحول من طفل بريء بيسعى على رزقه عشان يساعد أمه الغلبانة لشيطان ووحش على الأرض. لما كان عمره 12 سنة كان بيشتغل عند واحد في كافيتيريا في سكة حديد في طنطا، كان اسمه عبده التوربيني. عبده كان بياكل على رمضان فلوسه وما كانش بيديله حقه في مرتبه. لما أصر رمضان إن هو ياخد فلوسه قال له طيب هديهالك، بس تعالى الأول هفسحك. وأخده فوق القطر وربط إيده واغتصبه، بعدها رماه من فوق القطر التاني. بس ساعتها رمضان ما ماتش، أصيب بعاهة مستديمة في عينه خلته أحول، غير إصابات كتير كانت في جسمه خلته شهر بحاله في المستشفى.
بعد خروجه من المستشفى كان عنده حالة اكتئاب حاد وما كانش بيتكلم مع حد. بعدها قرر إن هو يتغلب على حزنه ويتحول هو لتوربيني جديد. بدأ يجمع أطفال الشوارع ويعمل عصابة تسيطر على أطفال المتشردين والشحاتين. اللي ما كانش بيدي للتوربيني اللي بيجمعه كان بيغتصبه كنوع من العقاب. بعدها القضية على القصة عجبته لدرجة إن هو تفوق على التوربيني الأصلي وبقى بيعمل كده لمزاجه. أثناء التحقيقات مع التوربيني وعصابته طلع منهم ريحة قذرة جدا لدرجة إن الضباط حطوا سندات الأنف وأجبروهم إن هم يستحموا وجابوا لهم هدوم جديدة. اتعرضوا على الكشف الطبي وواحد منهم كان عنده جرب. أثناء فترة التحقيقات كان بيطلب يوميا التوربيني إن هو ياكل وجبة كفتة. النيابة أمرت إن هم يجيبوا له كل اللي هو عاوزه عشان يكون متعاون معاهم في التحقيق. كان كل ما ياكل الكفتة كان بيعترف بكل سهولة. اعترف التوربيني قدام النيابة انه اكتشف لذة الاغتصاب والقتل. بعد ما كان بيعمل كده في اللي بس بيتحداه ويخرج عن طوعه، بدأ يعمل كده لمزاجه. كان بيقنع الطفل انه هيفسحه وانه لازم يبقى قلبه جامد وقوي ويستمتع بالقطر وهو قاعد فوقه وبيجري عليه. وبعد ما القطر يطلع فوق الطفل واول ما يجري يبقى بسرعة ويبقى خايف، يهدده ويربطه ويغتصبه وبعدين يرميه من فوق القطر تاني. طريقة بشعة وقذرة. من ضمن الأطفال كان في طفل اسمه أحمد ناجي. التوربيني اعتدى عليه لكن ما كانش قتله. راح ناجي للشرطة وبلغ عنه وفعلا اتقبض على التوربيني، بس ما طولش خرج كده بعدها بكام يوم. أول ما خرج أمر كل صبيانه إن هم يدوروا على ناجي، ولما لقوه استدرجوه لمخزن القطارات اللي موجود في طنطا. هناك اعتدى عليه التوربيني جنسيا. بعدها طلب من كل أفراد عصابته إن هم يغتصبوه بالدور. بعدها كتف ايده ورا ظهره باستخدام ملابسه الداخليه وكمموا فوقه وانفه وغموا عليه واشتالوا التوربين ووداه عند خزان ميه مهجور ارتفاعه 30 متر، لدرجه ان صبيانه قلبهم حن وقالوا له خلاص بقى يا توربيني كفايه قوي اللي اتعمل فيه حد كده، سيبه يا عم بقى. بس هو رفض وقال ابدا، وطلع من فوق الخزان ده ورمى الطفل منه. عصابة التوربيني لقت طفل تاني كان في شبرا بيشحت، جابوهوله وقال ولقى وملقوش اللي معاه غير كام جنيه. طلب منه التوربيني ان هما يغتصبوه، وبعد ما اعتدوا عليه العصابة كاملة هو كمان اغتصبه وما كفهوش ان هو يعمل كده، ده كتفه وجاب حجر كبير وقعد يضرب بيه على راسه لحد ما قتله. اقاويل بتقول ان هو اساسا كان بيستمتع بلذة الدم اللي بتنزل لدرجة ان هو كان بيدوقها. جريمة بشعة، كان قذر بطريقة صعبة جدا. المرض النفسي اللي عنده كان مسيطر عليه. التوربيني ما كانش بس كل جرايمه كانت صبيان، لا كان فيهم برضو بنات. كان في 3 بنات بعد ما اغتصبهم قتلهم، واحدة من البحيرة وواحدة من القاهرة وواحدة من بني سويف. واحدة من ضمن البنات الشحاتين كان اسمها عزة بربش، حبها واتجوزها عرفي. بعدها أجبرها إن هي تشتغل في الدعر وكمان كانت بتجيب له بنات. اتحكم على التوربيني بالإعدام. أما السويسي وبقه وباقي عصابته كانوا أقل من 18 سنة، اتحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة. في الوقت ده هم خلصوا أساسا محكومتهم وهم أكيد دلوقتي قاعدين على أي إسفلت أو رصيف. تمس كمان ممكن يكونوا رجعوا لشغلتهم القديمة أو حتى بدأوا يشكلوا عصابة من أول وجديد. أسرة التوربيني حاولت إن هي تفرج عنه وقدموا أوراق كتير للمحكمة إنه مريض نفسي، بس الطعن ما اتقبلش واتحكم عليه وتم إعدامه 16 ديسمبر في 2010 عشان تنتهي مسيرة أخطر سفاح اتصنف عالميا رقم 21 في الكرة الأرضية. البعض هيقولك لا مبرر للجريمة، والبعض التاني هيقولك لا، أصل المرض النفسي أشد من المرض البدني، واللي حصل مع التوربيني وهو صغير كان بحالتين، إما هيقتل نفسه وينتحر إما فعلا هيكون كده. طول ما في بشر معدومين الضمير والإيمان هيطلع وحوش أكتر وأكتر. لو عجبك الفيديو ياريت متنسناش بالإعجاب والاشتراك فضلا منك.